كنت تعرف ان الجلابيه اصلها مصري؟ ايوه زي ما سمعت كده، الجلابيه هي رمز الريف مصر وصعيدها واصلها مصري. بيرجع تاريخها لعصور مصر القديمه، واللي كان معروف عن مصر وقتها انها موطن لاقدم المنسوجات، وكان اجدادنا بيلبسوا الجلاليب باشكال وزخارف متنوعه ومختلفه. وكانت الجلاليب وقتها بتعكس النظام الاجتماعي المصري، فالكهنه مثلا كانوا بيلبسوا جلاليب بتوصل لحد الكعب بتاع رجليهم، وراهم مثلا الملوك والامراء كانت برضه بتوصل لكعب رجليهم. وبتقصر الجلابيه في الطول عند الطبقات الاقل اجتماعيا، وده بنشوفه في نماذج كتيره موجوده في متحف المنسوجات المصريه زي متحف تورينو في ايطاليا بتعود لالاف السنين. ولكن رغم التاريخ الموثق ده، في ناس بتتلخبط وبتسال يعني الجلابيه اصلا مش عربي، والخلط الرهيب دوت اللي بيحصل عند بعض الناس عن كون الجلباب هو زي عربي دخل على مصر مع دخول العرب، وده خطا كبير جدا. فاقدم ذكر للجلباب في المصادر الاسلاميه بيذكر ارتباطه بالمصريين وازاي انه دخل الشعوب المجاوره وخصوصا العرب عن طريق المصريين. فالجلابيه كاسم كان يلفظ بالقبطيه، والقبطيه كان اسم لملابس مختلفه عرفها المسلمين نسبه لاهل مصر، واشتهر لبسها بجميع انحاء العالم الاسلامي من العهد الاموي. لكن في حديث عن اسامه بن زيد رضي الله عنه قبلها بيقول فيه: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية. وفي التفسير القبطية هي ثوب من ثياب المصريين منسوب إلى القبط له لون أبيض. وفي حديث آخر عن ابن أبي حقيق قال: ما دلنا عليه إلا بياضه في سواد الليل كأنه قبطية. وقد كانت تكسى الكعبة برداء اتسمى القباتي، وده رداء يختلف عن القبطية، وده لقول المسعودي: وظهر في أيام المأمون بن الأفطس ودخل مكة وجرد البيت مما عليه من الكسوة إلا القباتي. وحديث وأقاويل غيرها كتيرة، منها إن الرداء المصري اشتهر عند القبائل العربية وكانوا بيتفاخروا بجودته والبركة وتقليد لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبطية. ولحد الخمسينات كان من سهل تمييز المصريين خصوصا الفلاحين في الأرياف، زي ما وضح الكاتب جلال أمين في كتاب وصف مصر في نهاية القرن العشرين. وفي بداية القرن العشرين كانت مناطق كتير في مصر، منها بعض القرى وفي الصعيد والدلتا والنوبة والواحات وشمال سيناء، فيها الستات أزياء تقليدية حسب ما وضحت المصممة الراحلة شمس الأطراب في لقاء نشرته إحدى الصحف المصرية، واختارت الجلباب عن التعبير عن هوية مصر. ودي ليها حلقة كبيرة نحكي عنها تفاصيل كتير. ولو رحنا الريف المصري في الدلتا والصعيد بنلاقي ما فيش اختلاف في الأزياء الفلاحين المصريين، هي الجلابية اللي فيها فتحة صدر واسعة، وبتميز الراجل المصري في منطقة الدلتا ببساطة الأزياء. بيلبس الجلباب الواسع ومن تحتيه بنطلون القط طوله اللي بعد الركبة، وبيشد من حوالين وسطه بدكة. أما في الصعيد ورغم عدم اختلاف الجلابية، إلا إن الفلاح الصعيدي خارج أوقات العمل بيلبس جلابية بلدي عليها عباية ويلف حوالين رقبته شال من الصوف واللي بتسمى ملفحة، أو الحرير بتتسمى لاسة، وبيحط على راسه طاقية بيتقال عليها اللبدة ويلف حواليها عمة. وفي الختام، اللبس الشعب المصري ما اتغيرش من عهد المصريين القدماء، ولحد النهارده بنشوف آثار المصريين من زمان، آثار جدودك وهم لابسين الجلاليب المصرية، لأن الأصل واحد في الثقافة والعرق يمد لسابع جد.